And it goes a little something like وقبل ما نبدأ ما تنسوش تصلوا بينا على النبي وتذكروا الله. هسيب لكم رابط قوي والانستا في صندوق الوصف. ما تنسوش تدعمونا بميزة تشكرات تحت الفيديو. يلا نبدأ فيديو النهاردة مع بعض. وبيبدأ الجزء التاني على حلم إعادة التوطين وهو بيتحقق سنة 1996. كتير من الناس انتقلت إلى إنشوان وبقت فجأة منطقة تنمية، وده خلى مجموعة كبيرة من الفلاحين تنتقل هناك. وبيظهر مادي فو هو بيحط لافتات قرية إعادة التوطين اللي فتحوها جديد، وبعد شوية بيوصل باص مليان ريفيين عنده جايين عشان يعيشوا هنا. وينزل من الباص المعلم باي صديق مادي فو، ويفرح مادي فوق جدا ويسلم عليه ويقول له ان هو قرر يتطوع في مدرسة القرية هنا. ويقول له عندك حق، محتاجين معلمين هنا، عندنا نقص كبير. وتقول بنته ان المكان جميل جدا على عكس كلام ديباو، لكن مادي فو بيقول ان هما لسه ما وصلوش المكان اصلا، وان هو على بعد 5 كيلو من هنا ومفيش اي مواصلات بتدخل هناك، وعشان كده جيت اخدكم بنفسي. وبتتصدم البنت وبيمشوا كلهم في الصحراء لحد ما بيبدأوا يتعبوا ويقولوا ان المكان بعيد جدا وان هم مش قادرين يمشوا اكتر من كده. وفجأة بيتغير الجو وبتبدأ عاصفة رملية، وبيبدأوا يلموا حاجتهم بسرعة ويحاولوا ان هم يبنوا ساتر ترابي، وبتكون بداية مش مبشرة خالص. ويظهر السيد تشانجو ويشوف شكل العاصفة ويطلب من المسؤول ان هو يوصل الكهرباء لقرية جين تان، لكنه بيقول ان هم مش هينفع يوصلوها غير لما يوصل عدد العائلات هناك ل60 عيلة. ويقول تشانج ان في ناس كتير هتيجي النهاردة، ويفرح الراجل ويقول له تمام، اوعدك اركبها لك اول ما يوصلوا. وتخلص العاصفة ويتضايق الناس ويقولوا ان هم مش هيقدروا يعيشوا في مكان بالشكل دوت وفي عواصف كده دايما. وتبدأ الناس ان هي تمشي، ويحاول مادي فو منعهم لكن من غير اي فايدة. وياخد مادي فو باقي الناس ويكملوا طريقهم هم. ويسمع الشباب عن وصول السيد باي معاهم، ويروحوا من شغلهم بدري عشان يشوفوا بنته. في القرية بيسألوا كام عيلة هتيجي، ويقولوا 20 عيلة. وتتجمع الناس على أبو ماديفو ويقولوا له إن الكهرباء هتشتغل إمتى وليه ماديفو مش بيتدخل في الموضوع ده، وإن هم عمرهم ما هيوصلوا لهم الكهرباء هنا. ويتجاهلهم أبو ماديفو، وبعد شوية يوصل ماديفو لعائلات ويقول صديق دباو إن هم وصلوا، ويطلع يسلم عليهم. ويبص ديباو على ماي اللي بتضحك له وتتكسف، وتروح تتفرج على الشمس مع ديباو وتقول له ان المكان حلو قوي. ويقول لها انه اول ما اجوا كان مكان وحش جدا وصعب العيش فيه، وتساله ليه فضلت فيه في الوقت دوت. ويقول لها ان هو قريب من المدينه وبقدر ان انا اروح شغلي وارجع. ويديها حلويات اشتراها لها ويقعد يتكلم معاها ويقول لها كلام حلو. وتقول له ان هي عايزه تروح معاه الشغل ويوافق، ويتسحب اصدقائه ويسرقوا باقي الحلويات ويطلعوا يجروا ورا بعض. وتضحك ماي عليهم. ويروح مادي فو للسيد تشانج ويقول له ان في 8 عائلات مشيت في الطريق، وان اللي وصل معاه هم 19 عيلة بس. ويقول 19 و40 كده احنا بقينا 59، واحنا محتاجين 60 عيلة عشان يوصلوا لهم الكهرباء. وتاني يوم يروح مادي فو يقدم الطلب لكنه بيترفض، ويقولوا ان هم كده 59 وان هو ملوش دعوة لازم يوصلوا 60 بأي شكل وان ده قانون. ويقول روح امن عدد العائلات الاول وبعدين ارجع هنا تاني. ويفقد مادي فو الامل ويمشي. ويظهر السيد باي وهو بيحاول يبدأ يظبط المدرسة، وبيجي مادي فو بيساعده وبيقوله مش المدرسة بعيدة عن المكان. ويقول له مادي فو ان مكان المدرسة في نص الطريق ما بين كل القرى القريبة. وبالليل بيرجع مادي فو للسيد تشان ويقول له انهم مش عارفين هو جوه ولا لا. ويكون جوه بيتعشى، ويستغرب تشان ويقول الموظف انهم كذابين وانهم 59 عيلة بس. ويقولوا له اطلع وعرفوا ان انا مش موجود. ويمشي مادي فوق وهو متضايق. وتاني يوم الصبح يرجع عندهم ويفضل قاعد مستني السيد تشان لحد ما يوصل، ويحاول ان هو يترجى ان هو يوافق ويعمل لهم استثناء لكنه بيرفض وبيقول ان ده مش بايده. وبيظهر في الوقت ده صاحب البير اللي غلى سعر المية، ويتخانقوا سوا. ويجي ابو مادي فوق يقنعه ينزل سعر المية اليوم ده بس عشان الناس ما ترجعش من غير مية، ويوافق والكل يملى مية.
ويعرف ابو مادي فو اللي حصل ويتضايق، ويروح تاني يوم مركز الكهرباء الرئيسي ويديهم الورق الخاص بيهم ويسألوا الشاب انت مادي فو، ويقول له انت تعرفني، ويقول له السيد تشانج قدم طلب استثناء علشانك لانك صعبت عليه وحب صمودك، لكن للاسف انك اتأخرت وان المدير اللي ممكن يمضي على دوت مشى، ومش عارفين هيرجع تاني امتى، لكنه بيفضل يترجاه ويعرفوا ان وضعهم صعب جدا وان العائلات كلها هتمشي لو موصلوش الكهرباء، ويقول المسؤول ان هو هيوري الورق لنائب المدير ولو وافق هيتم انهاء الشغل، لكن بيطلع وبيقول ان النائب المدير رفض واصر على اتباع البروتوكول. ويرجع مادي فو القرية ويسمع بنت من مدينة كوشواي ويسأل مادي فو تعرفي بنت اسمها شوي هاي، وتقول له طبعا دي كانت اقرب صديقة ليا وقدمنا المشروع اعادة التوطين سوا، لكن حظها مش كويس بعد اعاقة جوزها للاسف. وبيتصدم مادي فو وبيقول هو جوزها بقى معاق، وتقول له ايوه يونج فو كان بيحاول ان هو يبني لها بير لكنه اتصاب. وبيفتكر مادي فو علاقتهم سوا وهم صغيرين، وبتظهر شوي هاي وهي بتشد جوزها وبنتها وبتغني لهم وتقول ان هم قربوا يوصلوا. والصبح مادي فو بيشوفهم وهم جايين على الطريق وبيضحك وهي بتشوفه وتقف، ويروح مادي فو يجهز منزل شوي هاي ويزعق ابوه ليه ويقول له خليها تبعد عن هنا وانك حالتك بتتقلب بسببها وبسبب حبك ليها، ويمشي ويسيبه. لكن لما بيشوف وقتها شوي هاي وزوجها وبنته بيصعب عليهم جدا وبيساعدهم والكل بيجي يساعدهم، وبيفرح مادي فو جدا بده ويقدموا طلب ليها ويوافق السيد تشانج. بكده نكون وصلنا ل60 عيلة، ويقول مادي فو ان ما كانش في حد ناقصهم هنا غيرك يا شوي هاي، ويحس تشانج بحبهم وياخدها مادي فو ويوريها المزرعة بتاعتها وتفرح جدا ويبص عليها مادي فو بكل حب. وتاني يوم يكسب ديباو مال ويعزم مايو في القرية. بتبدأ عمود الكهرباء تتحط ويفرح مادي فو وتشانج جدا ويقولوا ان هو فرحان جدا ان الكهرباء وصلت قبل ما يسافر، ويقول مادي فو انت هتسافر ده بجد، ويقول تشانج ان هو جاي له عرض عمل في مدرسة وان هو شغل كبير جدا ومش ناوي ان هو يفوته، ويفرح مادي فو جدا علشانه ويروحوا يتعشوا سوا. ويقول تشانج ان هو زعلان ان هو هيسافر ويسيب القرية لكنه مطمن لانك موجود معاهم، ويقول مادي فو ان الشغل كان صعب جدا ومفيش يوم سهل، لكن رغم دوت كنت شايف انك موجود وعمرك ما اشتكيت من اي حاجة. ويقول تشانج ان في مخطط للتعاون مع اكتر من قرية وده هيخلي الاماكن دي هي المستقبل، ويفرح مادي فو جدا ويقول المستقبل لينا احنا، ويقول بعدها ان هو عاوز يرقى في وظيفة كبيرة وان هو رشحه ليها فعلا، ويفرح مادي فو من ده ويشكره. في الوقت دوت اخو ديباو بيسرق علشان ياخد فلوس لماي لكنه بيفقد صديقه جواه، وبتقلق امه عليه جدا لكن يدور عليها ديباو ومش يلاقيه ويضرب ابوه ويقول له انت السبب، ويسأله وديته فين، وشوية وتيجي الشرطة وتاخد ديباو وشو شينج. ومادي فو بيروح معاهم وتجري ماي للقسم وتسأل عنهم، ويقول مادي فو ان ديباو غبي قرر ان هو يسرق لانه اتطرد من الشغل، وتزعل ماي وتحس ان هي السبب في ده، وياخدهم المعلم باي ويزعق ويقول ان دي كانت هتبقى جريمة وانكم ما ينفعوش تعملوا كده تاني، ويدخل فجأة ابوه يضربه ويلحقوا مادي فو وباي، وتقول ماي ان هي السبب في ده لانهم طلعوا من الشغل بسببها، ويزعق ابوها ويقول انك لو عاوز تسرق اسرق لوحدك، ليه تدخل ابن عمتك معاك وان عمتك هيحصل لها حاجة لو جا وما رجعش تاني. وبيقعدوا ديباو بعيد فترة عن البيت لحد ما يوصل عنده مادي فو مرة تانية ويقول له انك لازم ترجع البيت وتعتذر من ابوك، ويقول له اي اعتذار وان كله بسببك انت وبسبب دراستك، عيلتنا بقت فقيرة ودايما ابي بيهتم بيك انت، هو انت عارف الوقت اللي انت عايش فيه في مكتب، احنا عايشين في مكان غير ادمي مش قادرين نعيش فيه حتى وكله بسببك، وانك كل اللي فارق معاك شغلك. ويبدأوا يتخانقوا سوا وتفرقهم ماي وتقول اخي مادي فو ما تزعلش، ديباو متضايق جدا الفترة دي، ويمشي مادي فو ويسيبهم. وتاني يوم يوصل اخبار عن شاب ميت في القطر وعمره صغير، ويفتكر مادي فو ان هو جاوا ويروحوا يجروا، ويوصل ديباو وشوشانج ويشوفوا المادي فو لكن مش بيطلع هو، وبيبدأ ديباو ان هو يعيط من كتر الخوف عليه. وتاني يوم يقول ديباو ان هو راح على تشي تشانج ويجري ويسيبهم، ويقرر ابو مادي فو ان هو ياخد اخته ويسافروا ويأمن مادي فو على جاوا وان هو يحاول يلاقيه وعلى ديباو وان هو ياخد باله منه. ويروح ديباو في الوقت ده يشتري خريطة لبلدة تشيشانج ويبدأ مؤتمر لتطوير البردة ويشترك مادي فو فيه، ويقولوا ان هم
عاوزين يشغلوا الشباب الصغيرين عشان يكسبوا مال كويس ليهم، وفي الوقت ده يحضر دباو نفسه ويركب القطر عشان يسافر ويتحرك القطر فعلا وتروح ماي وتعرف ان هو سافر، وتروح وتعرف اخوه مديفو ويقول لها لما انت كنت عارفه ليه معرفتيش حد، ويكون في مؤتمر لتقليل الفقر في القريه، ويقول لها روحي دوري عليه تاني وتاكدي وبعدين تعالي، ويكمل هو المؤتمر. وبالليل يصادف شوهاي وتقوله ان هي كانت عارفه ان ديباو مسافر، وتقوله ان هو سايب لك الرساله دي معايا، ويكون ديباو بيقوله ما تزعلش مني يا اخي الكبير، عاوزك تخبي عن ابي اللي بيحصل وانا هحاول ارجع في اقرب وقت ممكن، مش عاوزك تقلق عليا. وبالليل بيعملوا اجتماع تاني ويقترحوا تشغيل كل الشباب في القرية، ويقترح المعلم باي ان تشتغل ماي معاهم، وتتخانق معاه ماي وتقوله انك عاوز نمشي عشان تعيش لوحدك وترتاح مني وتمشي. ويروح مادي فولش وهاي ويقول لها تقنع ماي ان هي تسافر وتشتغل وتروح فعلا، وتقول لها ماي ان الاخ مادي فو شبه دباو صح، وان هو هيبيعني زي ما الاخ مادي فو باعك، وان هو وعدني اسافر معاه لكنه سابني. وتقول لها شوهاي ان الامور ما صارتش كده، وان كل حاجه مش زي ما هي باينه، ولو انا منك كنت سافرت واشتغلت واكسب وابني شخصيتي وحياتي، وتنصحها ان الشغل اهم حاجه في الحياه، وان هي حياه واحده وما ينفعش تضيعها على الفاضي. وفعلا تيجي ماي تاني يوم وتروح لمادي فو، لكنه بيقول ان هي لازم تجيب موافقه من ابوها، لكنها بتكون خايفه لانها بتكون متخانقه مع ابوها، وترجع وتعمل له اكل وتطلب منه توقيع ويوافق. وتاني يوم الكل بيودع عياله وهم رايحين على الشغل، ويتحرك الباص ويمشوا، وبعد ما بيمشوا بتوصل رسالة لماي من ديباو، ويحزن جدا المعلم باي ويقول ليه ما وصلتش قبلها بيوم، وان ماي سافرت خلاص وان هي كانت مستنية الرسالة دي. ويظهر ديباو وهو بيشتغل في بلد تانية. وهنا نكون خلصنا احداث الجزء الثاني. اتمنى يكون الفيديو نال اعجابكم. لو عاوزين ملخص الجزء الثالث ما تنسوش توصلوا الفيديو ل1000 لايك في اسرع وقت ممكن، وقبل اي حاجه ما تنسوش تشتركوا في قناتنا وتزودوا عائلتنا الجميله فرد جديد. ولو الفيديو عجبكم اضغطوا اللايك الجميل وكومنت اجمل عشان نستمر ونقدم اكتر. وبس يا حلوين اسيبكم مع تعليقاتكم الحلوه زيكم، بحبكم قوي، شكرا لكم جدا. بس يا حلوين اشوفكم في فيديو جديد. باي باي.